اي واحد كيتخلق في هاد الدنيا عنده واحد العاد عكسي، كيكون مكتوب ليه امتى غيجي وامتى غيمشي، بدايه ونهايه. وانت كانسان صعيب تعيش هاد الدنيا وانت ما عرفتش كيفاش تستغل الوقت ما بين هاد البدايه والنهايه. وبما ان اي حاجه في الدنيا عندها ثمن، واخا هكا كنساو هذا المبدا في الوقت. فمثلا انت خدام مع شركه كيسحب لك غير هما اللي كيخلصوك، في حين باش دوز نهار كامل وانت خدام راه مشى لك وقتك، يعني عطاوك فلوس وخلصت عليهم وقتك. نفس الشيء في المدرسه، كتمشي كتقرا كتعلم حوايج جداد، بالمقابل كتخلص وقتك. فهنا خصك ضروري تتعلم تعطي قيمه لوقتك، قيمته راه غاليه بزاف، ولكن للاسف نسينا قيمه الوقت ولينا كنبيعوه رخيص. فعمرك تسالتي على الاهميه ديال الوقت في حياتك الدنيا والاخره؟ قبل ما نبداو ادعوكم الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معكم خوكم تريكي، انسان كيطرح بزاف د الاسئله في الحياه وكيحاول يفهمهم، ربما يلقى جواب ينور به راسو، وان شاء الله لقى النور في راسكم حتى نتوما. فاذا عجبك الشيء اللي كندير ما تبقاش عليا بشي فولو وارتاح مع راسك انتظر داركم. الدنيا مؤقته وكل شيء فيها غيزول. الشيء اللي خاص يخلي اي واحد يعرف كيفاش يستثمر وقته في حوايج اللي غينفعوه، حيت اوقاتنا محدوده، ولكن للاسف حنا مليين وبزاف في حوايج اللي ما عندهاش قيمه. غتكون غالبا عشتي في حياتك شي نهار هاد السيناريو ولا سمعتي به، سولتي شي واحد ايوا شنو عندك العشيه، وبكل بروده كيجاوبك والو غير متلفين ولا مضطرين الوقت، ولا كتعرف غالبا شي واحد اللي فين ما تشوفو تلقاه مسالي. وهادشي صراحه كيضر في القلب، لانه كمسلمين راه خص ديما نكونوا مشغولين. بطبيعه الحال كنقولكش ما ترتاحش، بالعكس ارتاح، ولكن حتى في الراحه راك كتكون مشغول بشي حاجه اللي كتزيد تريحك، بحال ذكر الله تعالى، تقرا ولا تسنت القران، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكتشف شي حاجه جديده الى اخره. والمشكله في هذا العصر هي انه بزاف فينا ولا ما كيردوش البال للسرعه الخياليه اللي كتمشي بها حياتنا، والايامنا اللي كتدوز بلا ما نعيشوهم. واحد النهار غتوقف وتشوف وراك عاد غدرت البال لعمرك اللي فاتك. صراحه هذا الشيء عادي، حيت ولينا مركزين بزاف د الملهيات اللي خلاونا نساو شنو مهم في حياتنا، اللي غنخليوهم ورانا نهار تخرج الروح من جسد كل واحد فينا. ديك الساعه غيكون مشى الحال باش نرجعوا ولو لحظه صغيره باش نعوضوا داكشي اللي فات. وعندك يسحب لك هاد الوقت اللي كتضيع ما غاديش تحاسب عليه، بالعكس كيف ما غتحاسب على فلوسك ملي جبتيهم وفين خسرتيهم وجسمك وشنو تعلمتي في الدنيا، غتحاسب ايضا على عمرك كامل والوقت اللي كان عندك وشنو درتي به. الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. يعني بغيتي ولا كرهتي راك غتسأل على العمر تاعك وعلى الوقت ديالك فاش ضيعتيه وفاش دوزتيه. فنتمنى تكون موجد جواب لهذا السؤال، جواب اللي يقدر ينفعك نهار غتكون كتحاسب. وهنا تقدر تقول لي اخا تريكي انت من الصباح تتعطينا في المشاكل، اشنو نقدر ندير باش نعاون راسي ما نطيحش في تضييع الوقت؟ وبما اننا ناس كنحاولوا نلقاو طريقه باش نتحسنوا، انا غنقترح عليك طرق اللي تقدر تتبعهم يعاونوك ما تضيعش وقتك. اولا خصك ضروري دير النيه وتوب من تضييع الوقت وترجع لله تعالى وتدعي يعاونك تستثمر وقتك في حوايج اللي غينفعوك. فانا متاكد ان الله تعالى ما غاديش يخيبك مادام عندك النيه باش تحسن. ثانيا خصك ضروري ترجع للوقت القيمه الحقيقيه ديالو، اولا تخرج على دنياك واخرتك. خذ على سبيل المثال غير الامور الدنيويه، كلنا عارفين اي مضيعه للوقت النتيجه ديالها هلاك. ضيعتي وقتك وما قريتيش في غالب الاحيان غتسقط، ضيعتي وقتك وما خدمتيش في غالب الاحيان غادي يجريو عليك، ضيعتي وقتك وما تعلمتيش اللي ينفعك وتبعتي الخبر الخاوي، غالبا غتخرج على حياتك وحياه الناس اللي دايرين بك. هادشي طبقوا على الدين وعلى علاقتك بمولاك، وغتعرف باللي الا ضيعتي الوقت وما استغليتيش في امور محبوبه من عند الله تعالى كالصلاه والذكر وتمتثل الاوامر ديالو وتجنب نواهيه، فغالبا غتقطع صلاتك بمولاك وكتضيع اخرتك ودنياك. الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى قال في هذا الصدد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فاللي قدرت نفهم وإذا ضيعتي وقتك راك ضيعتي دنياك، لأنك بعدتي على الله تعالى، والبعد على الله تعالى كيعني حياتك غادية للدمار. وبما أنك بعدتي على مولاك فراه ما خدمتيش على آخرتك، يعني أضعت الدنيا والآخرة. داكشي باش الاختيار كامل كيرجع لك، واش بغيتي الدنيا وملهياتها ولا بغيتي طريق الله والنجاح في آخرتك.
ثالثا حاول تبدا شويه بشويه، حيت ربما تقدر تبغي تبدل كل شيء في حياتك وعقلك ما يتاقلمش دغيا. داكشي علاش حاول تدخل عادات زوينه شويه بشويه، نهار على نهار، عادات كينظم وقتك، بحال تحافظ على صلاتك، تذكر مولاك، تخدم على تطوير نفسك. حيت بعض المرات واخا تيبان لك الحاجه صغيره، ثق بيا الاجر والنتيجه ديالها على حياتك وعلاقتك بمولاك كبيره. الهدف ديالك هو تداومها وما توقفهاش. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. اخي اختي، الدنيا بكل شيء اللي فيها فانيه، والوقت اللي عندك دابا راه غالي بزاف. ما تخليش يضيع في حوايج اللي انت عارفه ما غينفعوكش في اخرتك. ما تنساش الله تعالى خلقنا الغرض واحد في هذه الدنيا، هو العباده ديالو. عندك تغر ويسحب لك خدمتك وفلوسك واي حاجه وصلتي ليها، راه انت بجهدك اللي حققتيهم، فما تخليهمش يبعدوك على الخالق ديالك. بطبيعه الحال انا ما كنقول لك سد على راسك في شي بيت ودوز وقتك وما تبقاش تعيش، لا، ولكن اي حاجه كديرها ديما استحضر الله تعالى فيها، وديرها كيف ما بغاك مولاك ديرها، ماشي كيف ما وسوس لك الشيطان ولا نفسك. ورد البال لوقتك، وحاول مرة توقف وتحاسب راسك في الوقت اللي كتضيعه في امور تافهه وناسي الخالق ديالك وشنو امرك به من اوامر دينيه ولا تطوير نفسك ولا تكون مسلم قوي بكل معنى. حيت صعيب تلقى مؤمن حقيقي كيضيع في وقته، فما تضيعش وقتك. راه واحد النهار ثق بيا غتبغي غير ترجع للدنيا غير باش تستغل هاد الوقت اللي ضيعتي ولو دقائق قليله منه في حوايج اللي غتقربك من مولاك وغتنفعك لاخرتك، ولكن غيكون مشى الحال. فما تسناش داك النهار اللي غتندم فيه، وبدا من دابا، توب ورجع لله تعالى، وما تقولش راه خصني الوقت ولا مازال لي الوقت. لا، راك ما عارفش واش مازال لك الوقت، حيت الوقت ماشي انت اللي محكم به. وما تنساش ايضا حنا غير عابرين في هذه الدنيا. الله تعالى نبهنا شحال من مره لهذه القضيه، يا اما في القران او لا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي كان قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. راه حنا غير عابرين في هذه الدنيا وما غنطولوش، بحال شي واحد مسافر لشي مدينه ماشي مدينته، عارف باللي شحال ما زيانته عجباتو فراه غادي يخليها ويمشي. فحاول شحال ما قديتي تاخذ منها اللي غينفعك، لشنو غيجي من بعدها. كان معكم خوكم. ما تنساوش في الحياة خاصك تكون تريكي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم.